السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شلونكم حبايبي؟ اليوم جبت لكم أكلة عراقية كلش طيبة ومحبوبة بكل بيت. راح نسوي بانية على الطريقة العراقية بطعم يفتح النفس وريحتها ترد الروح. بالبداية أم الست الحبايب قطعت اللحم، والله يخليها حفظها لأن هاي المهمة خليتها إلهي. صراحة أنا كرهت تقطيع اللحم، حتى هم وفر على نفسي التعب شوي. وهنا بدينا نغسل اللحم كل زين وحطيناه على النار وضفنا له ورق غار حتى تروح الزفرة وما يبقى بيه أي ريحة. هنا جت المرحلة اللي أنا أكرهها، هي مرحلة قلم البامية. والله ما أحكيكم شو صار بيدي من هالتقلي، حسيت نفسي داخلة بمسابقة مو وطفة. هسه نيجي لأهم خطوة بالبانية اللي هو الثوم. إذا الثوم مضبوط البانية يصير طعمها عالم ثاني. أكو ناس ما تحبه تحط قليل ثوم، بس أني أحبه. شلون السموذ حطيتلكم إياه بالفيديو. وهنا بدينا مرحلة غسل البانية. كل زين لازم تغسلوه تخلوه بالمي شوية. وبعدين أسرت لكم طماطة، تريدون 4 3 كيفكم حسب ما تحبوا. أنصحكم لا تستغنون عنها لين تعطي نكهة وطعم يخبل، لين بدون الطماطة البانية ما تفيد صراحة. أدهس سلقنا البامية وانتبهوا لا تخلوها تموع هواي، لأن إذا انفجرت الحبات اللي بداخلها يصير شكلها وطعمها مو نفس الشي، فراح تصير مو طيبة. وهنا بدينا نحمس اللحم كل زين وضفناه للبانية، ولازم تقلبوها على كيفكم. بعدها خلينا 3 ملاعق كبار معجون طماطة، وضفنا عصير الطماطة وشوية من مي اللحم لأن هو اللي يعطي نكهة طيبة. وضفنا له شوية دبس الرمان حسب ما تحبون حموضته. صدقوني هالإضافة تفرق بالطعم كلش طيب. هنا تركناه على النار تستوي براحتها، وبنفس الوقت نقعنا التمن سوينا الخضرة. هسه نيجي للتمن. خلينا زيت وحمسنا الشعرية، ولازم نبقى نقلبه حتى ما تحترق. بنتشقر شوية نريف المي الحار، وبعدها التمن ونغطيه ونخليه يستوي على راحة. ورجعنا خدنا نظرة على البوني، والله من منظرها تعرفون شقد طالعة طيبة. قلبتها شوية قبل ما أخليها بالمواعين، أما الريحة والطعم فما ينوصف. وبهاللحظة طفت الكهرباء، لأن مستحيل الكهرباء تتعدل بالعراق. الحمد لله على كل حال. الأمور مشيت واختي ذاقت الأكل وقالت طيب، وهنا عرفنا التعب كله ما راح عبث. صبينا الأكل وكلنا الحمد لله والشكر على نعمة رب العالمين. بعدها غسلنا المواعين ونظفنا المطبخ كل ليل لين الطبخ يخلص، بس 6 ضيف تدرون بيه ما يخلص، فبعدين انتظرنا. طبعا بعد الغدا لازم أكو فقرة حلا، فسوينا محلبة على طريقتنا. المقادير اللي هي نشا، حليب باودر، فانيلا وشكر ومي وعلبة قشطة. وإذا تحبون الهيل تقدرون تضيفوه، واختياري بس ينطي نكهة حلوة. بالبداية خليت النشا وضفت الحليب الباودر الفانيلا والسكر والمي، وخبطت كل المواد قبل ما أخليها على النار، لأن إذا ما تنخلط زين النشا يتكتل. بعدها خليتها على النار وبقيت أحرك بدون توقف، لأن إذا تتركوها يتفصص ويلزق. كناس يحبوه ثقيل وكناس تحبه خفيف، هاي ترجع لذوقكم بالآخر. هنا من بدا يثخن ضفت له القشطة، طبعا قشطة اختياري، وبقيت أحرك بيه لحد ما صار قوامه ناعم متجانس. وبعدين صبينا بالصحون، وانتم كيفكم تاكلوا سادة أو تزينوه بجوز أو فستق أو لوز حسب اللي تحبوه. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون لايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.